ايه رأيكم في اللي انتوا شفتوه ده؟ احلى ايس كريم شوكولاتة فراولة، اي فاكهة عندك متاحة تقدري تعملي. ممكن مانجا، ممكن احنا دلوقتي في موسم التوت برضو، هيبقى تحفة. المهم ان انا اضمن لك ان انتي هتعملي احلى ايس كريم. حابة تعملي له اضافات زي ما انا حاطة كده السبرينكل براحتك. انا حاطة شوكولاتة سادة وشوكولاتة بفول سوداني تحفة برضو براحتك. عايزة يعني شوفي اللي انتي عايزاه اعمليه، المهم امشي على الخطوات عشان تضمني احلى ايس كريم ممكن تاكليه. هنا كمان حبيت اصورهولكوا لما ابتدى يسيح شوية عشان تشوفوا وهو جامد وهو بيبتدي يسيح، مش مميمي كده، لا ماسك نفسه بيمط معايا زي بره بالظبط. على الاقل انتي ضامنه انتي بتاكلي ايه. معاكم منار الكيال، اتمنى الاشتراك في القناه ولايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نسمي الله. معايا هنا في حدود ربع كيلو فراولة من الفريزر، ومعايا 4 معالق سكر بودرة، ومعايا كيس كريم شانتيه. كيس كريم شانتيه اللي معايا ده خام، عشان كده انا مزودة السكر، والسكر حسب الرغبة. لازم الفراولة تبقى من الفريزر، لازم تبقى متلجة، يعني حتى المية اللي نازلة منها دي تلج. تمام، واحطها في الخلاط او في الكبة، وهبتدي انزل عليها بالكريم شانتيه بتاعي. زي ما قلت لكم ده خام، عشان كده انا مزوده كميه السكر، والسكر حسب الرغبه، السكر بودره. وهنزل عليهم بالسكر بتاعي. لو الفراوله مش متلجه يعني يا ريت تحطيها في الفريزر. المهم هضربها بالخلاط او بالكبه. اول ضربه كده لسه برضو عامله كتل، هبتدي ان انا اضربها كويس جدا لغايه ما تبقى ناعمه قوي زي ما انتوا شايفين. تمام، اهي ناعمه قوي. هبتدي ان انا احطها في اي علبه عندي محكمه، يا ريت علشان انت هتحطيها في الفريزر علشان ما تبقاش فيه ريحه اكل توم مثلا ولا اي حاجه عندك في الفريزر. بحاول ان انا اسويها واجيب الاسترتش بتاعي برضو، ده انا اضمن اكتر ان مفيش اي ريحه توصل لها. وهبتدي ان انا اقفلها وعلى الفريزر على طول. هنبتدي نعمل الايس كريم التاني. معايا هنا لبن مكثف محلى، انا اللي عاملاه، لو عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات. ومعايا كريم شانتيه برضو خام، ومعايا بار شوكولاته. الشوكولاته برضو اللي معايا هنا دارك. هبتدي ان انا اعمل لها حمام ميه علشان اسيح الشوكولاته، عملتها معاكم قبل كده. وهبتدي في بوله ان انا انزل الكريم شانتيه وميه ساقعه متلجه. كريم شانتيه اللي معايا هنا اخد الكوبايه دي كلها، على حسب الكريم شانتيه اللي انت بتجيبيه، في ساعات بياخد اكتر ميه اكتر او ميه اقل. وهبتدي ان انا اضربهم بالمضرب لحد ما يتقل معايا كده. في ناس بتحط جيلاتين، لكن انا ما اضطرتش ان انا احط جيلاتين. الشوكولاته بتاعتي خلاص ساحت على حمام الميه اللي احنا عاملينه مع بعض. وهبتدي انزل عليه اللبن المحلى المكثف. سهل قوي وطريقته حلوه قوي قوي قوي، وزي بره والله بالظبط. وهي لسه دافيه كده الشوكولاته، بنزل عليه اللبن المكثف المحلى، وهبتدي ان انا اقلب. طبعا الشوكولاته بتخرز معاكي طبيعي، لان احنا حطينا لها حاجات. الشوكولاته لما بتندمج مع اي حاجه لازم تخرز كده في الاول، ما تقلقيش انتي ماشيه صح. بعد كده كريم شانتيه اللي احنا عملناه هبتدي ان انا انزل. عايزه تنزليه كله براحتك، عايزه تنزلي جزء كده زي ما انا عملت وتضمني ان انتي قلبتيه كويس برضو براحتك. اهو نزلت الكريم شانتيه كله، وهستمر برضو في التقليب زي ما انتوا شايفين لغايه ما يبقى ناعم معايا قوي زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو.
هياخد منكم وقت شوية، لو عايزين تضربوا برضو بالمضرب الكهرباء براحتكم. اهو فظيع تحفة، عايز يتاكل كده والله. المهم برضو زي ما عملنا في الفراولة، هبتدي ان انا اجيب العلب بتاعتي محكمة، وهبتدي ان انا انزل فيها الايس كريم شوكولاتة ده. انا قسمته لجزئين، بصوا ما فيهاش اي تكتلات خالص، تحسوها شوكولاتة كده. هو بالظبط الايس كريم ده طلع معايا زي مثلا كأنك بتاكلي ايس كريم ميجا، او اي حاجة من الحاجات الكبيرة دي، نفس الشوكولاتة اللي من جوه دي اللي تحسيها موس شوية. وهبتدي ان انا اجيب الاسترتش والغطا وعلى الفريزر على طول. وادي الجزء التاني من الشوكولاتة اللي اتبقت عندي. هنا فول سوداني انا مكسراه، ميكس الشوكولاتة مع الفول السوداني ده يعني حلو قوي. وهبتدي ان انا انزل الكمية اللي انا محتاجاها واقلب. وبرده في علبة انزل بقى الايس كريم بتاعي ده. انا عملته بالليل وصورته لكم تاني يوم لما انا صحيت اهو. نفس الخطوة برضو، ستريتش والغطا وعلى الفريزر. ادي ده اهو لما انا طلعته تحفة. الايس كريم فراولة هو مش صعب خالص. الفواكه، ايس كريم الفواكه عموما والايس كريم شوكولاتة اهو السادة. وادي الايس كريم التالت الشوكولاتة بالفول السوداني. طبعا براحتك، عايزة تحطي اي حاجة انت حرة. هنا كنت لسه مطلعاه من الفريزر جامدة جدا، عشان كده استنيت على الايس كريم شوكولاتة. بصوا ال الكورة اللي في المعلقة نازلة ماسكة نفسها بالظبط زي بره. بأي بواقي فواكه عندك هتقدري تعملي احلى ايس كريم، هو مفهوش اي حاجة خالص. وادي ايس كريم شوكولاتة انا استنيت عليه، بس برضو هو ما كانش جامد قوي قوي زي الفراولة. هو انا بقول لكم تحسوه موس شوية بس حلو قوي. وادي الايس كريم اللي بالفول السوداني. هنا انا بوريكم قطع الفول السوداني اللي من جوه بيقرمش كده في البق، حلو قوي. وادينا كده خلصنا الشوكولاتة والفراولة، احلى ايس كريم بجد. تقدري بقى تزوقيه باي حاجة او تخليه سادة زي ما هو، برضو ده شيء يرجعلك على حسب اللي متاح عندك في المطبخ. واحلى هنا على قلبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، ويا رب اكون سهلتها عليكم. واتمنى الاشتراك في القناة ولايك وشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وده شيء بيدعمني وبيسعدني جدا. مع السلامة.